لمحبين الرنجة، النهاردة هنعمل سلطة رنجة طعمها تحفة. خضار بقى وقطع الرنجة مع صوص كده خطير، حلوة جدا. أول حاجة هنجيب الرنجة بتاعتنا وهنشيل الديل بتاعها والراس وهنبتدي نخليها بالشكل ده. وأحلى حاجة طبعا وانتوا بتفتحوا الرنجة لما تطلع لكم أحلى هدية شوية بطارخ مرملة خطيرة. البطارخ دي بقى شيلوها على جنب، ممكن تضربوها مع شوية طحينة وليمون وخل وملح وفلفل وكمون، بيبقى طعمها تحفه. او تاكلوها كده بالعيش بيبقى طعمها خطير برضو. نرجع بقى للرنجايه بتاعتنا اللي بنخليها، واهم حاجه نشيل سلسله الظهر اللي في النص دي، شيلوها كده بالراحه وحاولوا تطلعوا كل الشوك اللي بيبقى ماسك في الجنب، علشان احنا عايزين القطعه بتاعه اللحمه تكون من غير اي شوك. هنرمي بقى السلسله دي والجزئين دول هنرميهم، احنا مش محتاجينهم، دول برضو بيبقى فيهم شوك كتير، فعباره عن جلد كده وفيه شوك، فاحنا هنشيلهم مش بنحتاجهم خالص في السلطه بتاعتنا. حد بقى بيحب ياكلها كده مع نفسه على جنب، دي قصه تانية، لكن احنا عايزين لحم الرنجه مخلي تماما، فهنبتدي نخليه من اي شوك. والحتت الجانبيه دي نتاكد ان احنا شلناها كلها، لان دي بتبقى مليانه شوك كتير، فاحنا هناخد الجزء ده اللي متبقي معانا وهنفصله عن الجلد اللي في الظهر، وبيطلع معانا بمنتهى السهوله. انتوا مش محتاجين تشوها، خلوا بالكم الرنجه دي بتبقى سمك مدخن، يعني هو مستوي، ده مش سمك ني. هنطلع اللحم بتاعنا ده وهنرمي الجلد ده، مش محتاجينه في حاجه، ويبقى عندكم لحم الرنجة موجود تقدروا تستخدموه في السلطة، تقدروا تاكلوه كده. يعني طريقة الخلي دي أنا حتى لما باجي أكل الرنجة عادي بالطحينة والعيش عادي جدا، برضو بخليها بنفس الطريقة، بتبقى سهلة وبتخلي الأكل كده ممتع وسهل جدا. هنجيب بقى شوية خضار عندنا كده في التلاجة، طماطميتين ونقطعهم مكعبات، فلفل ألوان ونقطعه شرايح، بصل برضو بصلايه حمرا كده ونقطعها شرايح جوليان، وهنقطع شويه خس بالطريقه دي. تقدروا كمان لو عندكم ذره حلوه هتنفع جدا، ولو في جرجير كمان، ولو حد حابب يزود شويه خيار، بس انا ما بحبش في الوصفه دي ازود الخيار. هنجيب بقى كل الخضار بتاعنا ونحطه على بعض بالشكل ده، وهنعمل بقى صوص خطير. عايزه اقول لكم السلطه دي فريش ومنعشه، احنا في الصوص بتاعنا مش محتاجين نزود اي ملح، هنحط رشه بسيطه جدا. اول حاجه هنجيب معلقتين من الزبادي، معلقتين كبار من الزبادي، ومعلقه كبيره من الطحينه، وهنزود عليهم فص كده مفروم من الثوم. عايزه اقول لكم ان الصوص ده ينفع لسلطات كتير جدا وبيبقى غني جدا. نعصر نص ليمونه، ولو حد بيحب طعم الليمون اكتر ممكن نزود ليمون، مش هنقول لا. وهنحط معلقه من الخل، وهنزود شويه ملح صغيرين جدا، لان طبعا الرنجه تكون مملحه، فهنحط رشه صغيره، رشه من الكمون ورشه من الكزبره، وهنقلب كل الكلام ده مع بعض. هيبقى عندنا صوص طعمه حلو جدا. الصوص ده بيليق على كمان سلطات البتنجان وكذا سلطه بيتحط عليها الصوص ده، بيبقى طعمه خطير. هنزود كل الصوص بتاعنا على السلطه، وهنقلب الخضار كويس جدا عشان يشرب الصوص كله. وفي الاخر هنحط قطعه من الرنجه بالشكل ده وهنقلبها. وعايزه اقول لكم طعمها فريش وحلو جدا. تقدروا بقى تزودوا بصل اخضر لو حابين، برضو بيبقى طعمه حلو جدا. السلطه دي تقدروا كمان تاكلوها لو بتعملوا دايت، مشبعه وطعمها حلو جدا. يا رب الوصفه تعجبكم، ولو الوصفه عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير.